السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. الشباب يعني في زمننا هذا يعني كثير من الشباب خاصة أنا يعني يمكن تعاملت كثير جدا مع فتيات في الجامعات، فدائما يعني يتفادوا الحديث مع الكبار ويتفادوا إنه تقول لك أنا ما أعرف كيف أتواصل مع خالاتي مع عماتي، وبالتالي بتتخذ أسلوب الانسحاب. وإحنا جالسين نناقش هذا الموضوع، فواحدة من الطالبات اللي تبلغ من العمر تقريبا يعني 19 سنة، فسألتها قلتها أنت ليش ما تتكلمي وليش ما تعبر عن وتقول إذا أنت الأشياء ما تعجبك من حقك أنك يعني تعبر عن رأيك. فقالت لا أنا ما أقدر وكذا. فحقيقة هذه السلوكيات وهذه الأشياء اللي أنا لاحظتها من خلال الاستشارات من خلال العمل مع الشباب، حقيقة هي توحي بأنه عدم الإمكانية للتحدث وعدم التفاعل نتيجة لقلة المهارات الحياتية. وهذا ما دفعنا نحن نناقش موضوع المهارات الحياتية، وما هي المهارات الحياتية، وهل هي ضرورة في حياتنا، وإلى أي مدى ممكن تؤثر في علاقاتنا في تكويننا الشخصي في أشياء كثيرة جدا حتى في حياتنا العامة يعني. طيب المهارات الحياتية هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات النفسية والشخصية، واللي تساعد الإنسان اللي يستطيع من خلاله يتخذ قراراته، يستطيع أن يعبر عن ذاته، يستطيع أن تكون عنده مهارة هي التواصل الاجتماعي، مهارة التعبير عن ذات، ومجموعة أخرى كثيرة جدا من هذه المهارات الحياتية، من ضمنها حل المشكلات، مهارة التفاوض وغيرها. هذه المهارات حقيقة نحن ندرس في الجامعة مادة علم النفس النمو، وهذه هي المهارات لابد أن تغرس في الطفل في سن التمييز، وهي تعتبر من الأشياء الأساسية جدا. الطفل يتعود كيف يتعامل، كيف يتخذ قراره، كيف يعتمد على نفسه، يكون عنده مهارة تحمل المسؤولية، وبالتالي تكون شخصية هذا الطفل بهذه المجموعة من المهارات التي تساعده حقيقة في التواصل مع الآخرين. إذا كنت أنا يعني من أنا في السن مبكر ما تعلمت هذه المهارة، ما حستطيع أن أتواصل مع الآخر في المدرسة، في الروضة، في المدرسة، في غيرها، وحتى في الجامعات الآن يعني نلاحظ هذه الظواهر الموجودة. طيب ما هي فوائد هذه المهارات الحياتية؟ هذه المهارات الحياتية تساعد الإنسان على أولاً التفاعل مع الآخر، حل المشكلات، يكون عنده الطفل مهارة الحل خلال النزاعات اللي تحصل بينه وبين الطفل الآخر أو بينه وبين زملائه في المدرسة، وهي حقيقة هي سبيل للسعادة. يعني الإنسان إذا فقد التواصل مع الطرف الآخر فقد أنه يتأقلم ويتعايش ويتوافق مع الآخرين، فبالتالي حيشعر بالعزلة، حيشعر بالوحدة، حيشعر بأنه غير محبوب غير مرغوب فيه، وأحيانا بتؤدي إلى سلوكيات ممكن تظهر ظواهر العنف. يعني واحدة من أسباب العنف لأن الطفل ما يعني تنقص هذه المهارات، ما يستطيع أن يعبر عن ذاته، وبالتالي يستخدم أسلوب اللي هو الضرب وغيره. يعني هذه من الأساليب اللي هي الأساليب الخاطئة في التعامل مع الآخرين. المهارات الحياتية تعزز الثقة في النفس، ونحن دائما نناقش هذا الأمر. مسألة قضية الاعتزاز، قضية الثقة بالنفس، قضية اللي هي النظرة الإيجابية للنفس تجي نتيجة لهذا التواصل. إذا أنا كنت أستطيع أن أتعامل مع الطرف الآخر، أستطيع أن أحل مشكلتي، أستطيع أن أعبر عن ذاتي، بالتالي حيكون عندي إحساس بالثقة، إحساس أن أنا يعني أستطيع أن أعتمد على نفسي، واستطيع أن أخلق هذه العلاقات الطيبة لأنه نحن كلنا بحاجة إليها. الإنسان مخلوق اجتماعي، بدون التواصل الاجتماعي، بدون التفاعل الاجتماعي لا يستطيع أن حياة مستقرة، وهي من ضمن متطلبات النمو.
النمو الاجتماعي بيحتاج الإنسان حتى ينمو نمو صحيح، يحتاج لهذه المهارات: التواصل الإيجابي، التواصل الفعال مع الآخرين. نقطة أخرى من ضمن يعني مهام أو أهمية هذه المهارات الحياتية، هي واحدة من عوامل الإبداع، واحدة من الأشياء اللي تدفع الإنسان إنه يبدع، إنه يكون عنده شغف، يكون عنده حب اللي هي حب النجاح، وحب يكون عنده هذا الطموح، إنه يكون عنده الهمم العالية حتى يتقدم في حياته العامة وفي حياته الخاصة. لها كذلك فوائد يعني تساعد الإنسان في بناء العلاقات زي ما ذكرت، العلاقات يعني الإيجابية، اللي هو الاستقرار داخل الروضة، داخل المدرسة، داخل البيت. وهذا اللي أنا لاحظته، يعني إذا كانت طالبة تنقصها مهارة التحدث مع أقربائها، ما تستطيع أن تخلق يعني هذه التواصل بينها وبين الأقرب الناس إليها، فكيف حتكون هذه الشابة أسرة؟ كيف حيكون عندها يعني كيف تستقر في حياتها الأسرية؟ كيف حيكون عندها تواصلها مع زوجها ومع أبنائها ومع الجيران، مع الحياة العامة؟ فبالتالي حتكون هي واحدة من أسباب اللي هي فشل التواصل، وأحيانا بتكون سبب في إعاقة كثير من الأشياء اللي نحن تؤثر في حياتنا، وبالتالي بتسبب لنا الإحباط، بتسبب لنا نوع من الكآبة، نوع من القلق. والإنسان يحتاج أن يكون يحيا حياة سعيدة مع الآخرين. من ضمن يعني كذلك فوائد هذه المهارات الحياتية، تساعد في تعزيز الصحة النفسية بالنسبة للطفل، وتساعد في النمو أو تساعد في تحمل المسؤولية والإقدام. تساعد كذلك أنه تجعل الطفل يكون عنده حب المبادرة، يكون عنده المثابرة، يتحمل أنه يعني ياخذ المخاطر في حياته، ويكون عنده قرارات شجاعة وضبط النفس. وهذه جملة الأشياء اللي تكون لنا الشخص الإنسان القوي، كما يعني ذكر في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير والأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة تأتي هنا يمكن نحن نركز على القوة المعنوية، القوة النفسية اللي احنا الآن بحاجة ماسة إليها. تجد أنه الكل يشتكي: أنا أصبحت إنسان هش، وأصبحت أنه ما أتحمل شيء. فبالتالي يعني بما أنه هذه الظروف اللي احنا نعيشها مع كثرة أحيانا المواد التي تعرض في وسائل التواصل، وهي أثرت حقيقة في سلوكيات كثير من أبنائنا وبناتنا. وبالتالي نحن نستطيع الآن من خلال هذه المحاضرات، من خلال هذه الحلقات، من خلال هذه المواضيع الهامة جدا حقيقة اللي تشكل لنا شخصية الابن القوي، الابن الشجاع، الابن الإيجابي، الابن المتفائل، الابن اللي يتحمل مسؤوليته. لأنه يعني الأساس المجتمع يبدأ من الفرد ومن الأسرة، وتقدم الأمم يعني بناء على تقدم اللي هي المجتمعات. وبالتالي نحن نستطيع إن شاء الله، يعني حتى ولو كان بعد الأمهات تقول لك مثلا أنا ما كان عندي فكرة، ما كان عندي يعني خبرة سابقة، فإنه يعني ما كان تعرف كيف تربى أبنائها. وبالتالي إن زي ما نقول دائما في حلقاتنا: أن تأتي متأخر خير أن لا تأتي. بالإمكان إحنا نستطيع الآن أن نتدرب، نستطيع الآن أن نغير كثير من الأشياء الخاطئة التربوية اللي إحنا مارسناها في أثناء تربيتنا لأبنائنا. فيعني أنا يمكن رسالتي للجميع المتابعينا والمشاهدين من خلال هذا البرنامج: لابد أن نستفيد. يعني هو كما يقال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالآن نستطيع أن كيف نقرص الآن في أبنائنا، وكيف نعيد الثقة إلى نفسهم، كيف نستطيع أن ندربهم في أساليب الحوار الفعال، ندربهم في حل المشكلات. وهذا ما سوف نناقشه في الحلقة القادمة: ما هي الطرق وما هي الجانب العملي اللي من خلاله أنا أدرب ابني
يعني يمكن تكلمنا في الجانب النظري، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة حنناقش ما هي خطوات التدريب بإذنه تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.